مساء الخير وكل عام وانتم بخير. ويعني خلينا بقى ايه نتكلم عن افيشات العيد ومسلسلات رمضان. احنا ما قبلناش عن مسلسلات رمضان. تحس في كده اتمنى ده يبقى بدايه عزوف الشعب المصري عن مسلسلات رمضان. بقول لك احنا مالنا بالشعب المصري تغاوي تنظر يعني حتى في الترندات وكده ما كانش تقريبا حاجه بتطلع غير الكبير. انا ما اعرفش، انا كنت قافل التواصل الاجتماعي فمش عارف بصراحه ايه اللي بيتكلموا. انا بقول فانت غالبا هتلاقي ايه تحذير بحرق جزيره غمام والكبير وراجعين يا هوا ومكتوب عليك بس. والحلقه الاولى من دايما او اصلا حد بيتفرج على دايما عام، واحتمال ممكن ننظر عن كام مسلسل او كام حلقه. وبالمره حرق الافلام مارفل، لازم اي فيديو تقول ان في حرق الافلام مارفل لان في ناس لسه ما شافتش فيلم نزل سنه 2001. طيب نتوكل على الله. واحد تاني للاسف الفيلم ده واخد هيت وكراهيه لان في ناس معتقده، هي نظريه قائمه ان دكتور سترينج اتمنع عشان الفيلم ده ما يفشلش. بصراحه لو بس المبدا يبقى عشان الافلام المصريه كلها ما تفشلش. دكتور سترينج كان هيغطي على كله يعني، بس 100 جزمه على مارفل. اصلا في الموسم مش فاكر مين. بص هو انا اللي فهمته من التريلر اللي هو بيبقى فقد الشغف ولا مؤاخذه بيدوا له البوسه فيرجع يعني شخص جديد. فهل واحد تاني معناه واحد جديد؟ فهم قال يعني جايبين واحد جديد ولفينه في اللي هو البابل راب بتاع اللي بيطرقع ده. هي لو الفكره كده تمام، لان لو تاخد بالك وتفتكر في حلقه خيال مآتة كنت سردت بقى اتكلمت عن كل افيشات احمد حلمي. ولو تذكر في دوره المصمم العربي 2014 مع استاذ محمد رجب قال لك ان احمد حلمي يعني بيشارك مع المصمم تقريبا كان احمد صالح شحاته. محمد صالح شحاته انا اسف طبعا فنان. طب ما اتكلمش ليه في خيال مآتة؟ ما هو كان خيال مآتة بقى ليش سماجة. هي الفكره واضحه وكل حاجه والالوان زاهيه وحلوه، بس انا خلفيه فاضيه. كويس ان انت بقى ايه اشرت على موضوع الخلفيه دي، لان ده كليشيه يعني من بدايه تتبعي ليه كان عهد استخدامه في الافلام الكوميدي الفرنساوي، بعد كده ضرب بقى في العالم كله اللي هو الافلام الكوميدي الخلفيه بتاعتها كروما ورق، مره لبني مره بامبي مره بنفسجي مره مش عارف ايه مره ابصر ايه. وانا فاكر كان في فيلم قريب او مسلسل كان عاملها هي هحطها في المونتاج. لا كانت سولوهات نادي الرجال السري. بس الله ينور عليك. انا بقول لك ليه المثال ده ليه؟ ان انت مش جايبين هنا في الانتاج سولوهات الفيلم ده، هي بقى خلفيه ملونه بس. حتى الجريدينت اللي معمول في النص ده تقريبا ما اتعملش، فهو مره اخضر مره اصفر. فيعني هو كليشيه افلام كوميدي مع تقدير الفكره ان هو مش خالي من الفكره زي خيال مآتة، وطبعا الكونتراست لكن مش الاحمر والازرق، لكن لا يضاهي افلام احمد حلمي اللي فاتت. الافيشات بتاعتها الف مبروك، اسف على الازعاج، عسل اسود. وان عسل اسود ما كانش معتمد على الفكره، لكن كان التنفيذ فيه حلو، لو عامل نص جلابيه ونص مش عارف ايه. ما فكره، بس انا اللي لفت انتباهي فيها التنفيذ. مش عارف ليه دايما في كل البوسترات بحس ان دماغ احمد مالك تركيب. انا عندي برضو ادتني الاحساس غريبه. ويعني بس ده كل اللي اقدر اقوله. والتايبوجرافي عادي جدا، يعني نديهم درجه على فكره ان واحد حسها بفونت وتاني بفونت تاني. كنتش خدت بالي على اساس واحد تاني واحد تاني ممكن تكون حنيكه زايده، يعني تقدر تقول ده ان هو بوستر الفيلم الكوميدي اللي اقل من 5 من 10. يعني ممكن 5 منتصف الجدول فارس. وطبعا يعني انا بقيت بتشائم لما بشوف احمد زاهر في اي فيلم، لان انا شفت زنزانة 7 وهو فيلم عباره عن 2 طالعين يزعقوا لنا. للاسف الشديد بيفكرني بافيش الخليه صوره على خلفيه. بس طبعا شتان الفرق. شفت السجع ده ولا سجع؟ سجع. شفت السجع ده؟ انا اكتب مسلسل توبه. بس طبعا شتان الفرق بين الصوره بتاعت الخليه والصوره دي. الريتاتش تحسه ضعيف قديم. انا اسف، دي صوره استوديوهات فينيسيا. كنت ممثل كده يقوم عامل فوتو سيشن رخيص ومنزله على الانستجرام مثلا، دي من القطعيه دي بالايديت والشاربنس دي، فصوره على خلفيه. وكمان لو رحت بقى النسخه اللي فيها امان العاصي عامله تسريحه اللي هي خارجه من باب الحمام وكل خد عليه خوخه وطالعه بتغني مع شاهين. لا ضعيف. الريتاتش ناعم، فتحس ان اللغد سحف القفا في الودن يعني لا يعني مش هقول وحش هو ماسك نفسه، بس يعني اعتقد ان احنا تخطينا المرحله دي بقى. يعني انت كان عندك شغل في رمضان بالفعل حلو، فاحنا كده بنرجع ما بنتقدمش. وهو باين الفيلم ده ايه يعني تمامه ايه تكمله للكيرف النازل بتاع احمد زاهر. لا بس انا شايف ان مهما احمد زاهر عمل فورمه فلن يعني يقدر يتغلب عن الاسطوره السينمائيه الخالده سيد القاس. ما شفتوش سيد القاس؟ لا بتاعي ده ما تشوفش وحش بتاع احمد زاهر. فيلم سيد القاس يعني هو اسمه كده سيد القاس اللي هو القاس بتاع الكوتشينه، مش القاس اللي هو بتاعنا. التايبوجرافي لا بأس بيه. عارف اللي هو ايه؟ هو الفونت الانجليزي كتب بي اي وقعد كده يعمل سي ومش عارف ايه عشان يقفل درجه على المجهود. ماشي لا بأس
على قد الفيلم برضو، ما انت ما بتنزلش حاجات كتير. اشباح اوروبا ده انا بشوفه يعني الفيلم عدى عليه 3 مواسم وهو نفس الاشباح في نفس اوروبا وما اتعرضش يا ابني. يعني قبل ما نقول اي حاجه عليه هنقول 122 صندوق الدنيا، القرد بيتكلم. اللي انت بتقوله ده كلام منطقي لان ده نفس المصور، ودرجه ايه فلتر المشاهير بتاع الانستجرام، التيل اورانج، اديني في الصيان على البرتقاني. اخيرا كتبوا اسم الفيلم بالانجليزي ترجمه مش فرانكو اراب، يعني ما كتبوش اشباه يورو. اللي اعرفه ان رينيجيدز دي يعني المرتدين خارجين او ما علينا. انا بصراحه ما عنديش كلام اقوله عليه. هو تصوير حلو والخلفيه متصوره، الخلفيه الكومبوزيشن بتاعها حلو، صور ومتحطه على بعض حلو. هنقول ايه؟ والنسب لا باس بيها، وفي نزل له بوسترات كتير يعني. ده حلو بتاع باسم سمره ده بصراحه عجباني الصوره، بص الريتاتش. ما اعرفش ليه انا حاسه طبعا انه نفس المصور. اعلانات اورنج، اعلانات هو ينفع اعلانات برضو يعني، هو شغل اعلانات على يعني. فهو انا من رايي انه حاجه شكلها حلو بس تفتقر للتصميم اصلا، بس الشكل حلو وشغل التصوير والريتاتش والايديت. لا لا غبار عليه الصراحه. زومبي، وطبعا هو كان الاول اسمه زومبي على جنبي. علي ربيع ده تيبيكال علي ربيع. المهم ده اول حاجه شفتها، وشفت برضو تسجيل من الكواليس هم بيصوروا، هم بذلوا مجهود عشان يصوروا لقطه بالزاويه دي. طبعا الكومبوزيشن ده انا واثق ان انا شفته في حته قبل كده. ما اعرفش، مش بنتهم حد، بس عندي احساس قوي ان انا شفته قبل كده، ان انت جايبه من فوق بين عناصر كتير وعزله هو لونيا. بس ماشي، حلو المجهود، حلو يشكر، والتايبوجرافي لطيف. يعني كويس لفيلم كوميدي. ماشي. نزل بعدها ده، وعارف ده بيفكرني بايه؟ ده فكرني باحد الافيشات بتاعه الحرب العالميه الثالثه، كانوا مقبلين كده. انا بصراحه ده عاجبني المشهد، عاجبني تكوين المشهد. والميل برضو عامل حركه، بس الشخصيه اللي هي اسمها ايه الممثله، هاجر احمد، متهمشه بصوره تخليك ما تلاحظهاش، هي مرميه تحت على الشمال. انا لسه حتى واخد بالي منها دلوقتي، كنت فاكرها واحده من الزومبيز اللي في الخلفيه. والتنفيذ برضو، لا التنفيذ محتاج شغل اكتر من كده للزومبيز اللي فوق. هو يشكر على ان هو بيكون مشهد. فعندك كوبري كده او نفق وبتاع، بس في مشكله واضحه، الليفلز انا اللي ورا مش باين ان هو ورا. الناس اللي فوق مثلا الزومبيز اللي فوق دول ياخدوا ليفلز تخلي السودات فيهم ايه مبيض اكتر او بهت عشان يبانوا بعيد. ايحاء. وكذلك في المباني، بدل ما نروح نعمل، ما انا اسف الحيله الخايبه اللي معموله هنا دي، عايز ابين ان المباني مدموجه في الخلفيه، قللت الاوباسيتي بتاعتها، شفافيه يعني، فبقت المباني بتشف السحاب اللي وراها. فلا يعني ليفلز في شروحات كتير على اليوتيوب ازاي تظبط الليفلز بتاعتك. المشكله الثانيه بقى هو ان واضح ان احنا عندنا مجموعه من المجاميع لابسين زومبيز، صورناهم 3-4 صور، عمالين ناخد الصوره دي ونكررها، فبقى عندك وحده متكرره تقدر تلاحظها بسهوله. يعني مثلا على الشمال في الشخص اللي عامل ايديه كده ولابس قميص كراهات، امشي قدام كده جنب الاتوبيس هتلاقي نفس الشخص. لو خدت بالك هو واقف فوق الاتوبيس بس منزل ايده. المشكله عندي بس في ازاي انت بتكرره. طب غير وضع الايد، خد راس واحد تاني ركبها عليه، غير لون اللبس. انما هو بالثلاثه اللي واقفين جنبه اللي رافعين 3 ايادي كده متكررين بالكوبي كده محطوطين الناحيه الثانيه. لا وبعدين لو خدت بالك حركه يعني فيها استسهال وكسل. لا ده بص الكسل بقى، بص بواقي الخلفيه البيضه. ما انا هفترض حسن النيه واقول ان دي اضاءه جايه من تحت الكوبري عشان لو نسي يقص الصوره. بص اللي هي قدام الاتوبيس في ودن الراجل، بص هنا واضحه جليه، بس انا برضو حاسس ان هنا دي الاضاءه اللي جايه من تحت الكوبري. انا هلتمس الاعذار وافترض حسن النيه، وانا معاك يعني في المجمل والله في شغل محمود. ده ألبوم في نفس تحس الملمس كده، يعني نفس التكوين برضو. في ناس قاعده على الارض وواحد واقف وماسك اسلحه ووراه، والاضاءه البرتقاني الترجيعي اللي ورا البطل كانت موجوده برضو ورا مجدي صراحه. وطبعا برضو الصور اللي ورا ونديها ليفلز عشان نبين ان هم بعيد، بس ده يعني ايه. وهنا لو تاخد بالك جنب رجل كريم عفيفي بدأنا بقى نستخدم زومبيز جرافيكس. يعني خلاص بقى يعني. وهنا اهو جنب حمدي المرغني والله يعني ديفل مثلا. هقول لك حاجه، على قد الفيلم لا بأس، لكن مثلا ذلك انا ما بقولش ان هو المفروض يعمل فكره اعظم، بس نفذها حلو ونفذها صح. موضوع بسيط جدا، لاير ليفلز يحدد لي الكتل مين بعيد ومين اقرب منه، خلصنا. مش صعبه قوي يعني. الاضاءه البيضاء اللي ورا كريم عفيفي مبالغ فيه. انت عايز تعمل اضاءه تظهر الممثلين، بيبقى فيه هيز مش بطشه كده ورا قفا الممثل. يعني برضو على قد الفيلم. يعني انت متخيل ان انت رايح تنتج فيلم لعلي ربيع غسيل اموال ده ولا ايه؟ لا هو ليه جمهور. لا جمهور. انا ما شفتش واحد ربنا كاتب تعليق حلو عن الفيلم ان هم حد مستنيه، حد هيخشه. وبعدين عملوا اعلان، الشركه المنتجه صرفت على اعلانات الفيلم ده اعتقد اكتر من اللي اتصرف على الفيلم، لان انت كل شويه كل كام دقيقه طالع لك اعلان في التلفزيون. عاملين تريلر 3 دقايق وتريلر دقيقه ونص
والاغنيه بتاعت عنبه، وغالبا الفيلم فيه اغنيه لعنبه واغنيه لمحمود الليثي، هيتشهر اكتر من الفيلم. التريلر ال3 دقايق فيه الفيلم كله، يعني ما حدش يعني واعي ممكن يشوف التريلر ال3 دقايق يروح يدفع فلوس عشان يخش الفيلم ده. كل الافيهات يعني افيه كريم عفيف انا حفظتهم من كتر ما بيتقالوا. علي ربيع ماسك ايد واحد بيقول طب وباقي اللوست عبده ولا اللوست جمعه، قال له هديك بيه البان تتتارارا. بعد كده البقاء للاقوى البقاء لله تتتارارا. العنكبوت العنكبوت اللي بقاله 100 سنه بيتقال ان هو بيتعمل وهينزل. العنكبوت مثال لازاي يتم الترويج لفيلم بشكل ولا أسوأ. لا تريلر ده غير ده لسه نازل، هي ده بس كام صورة نزلوا زمان، لا افيشات تشويقية، لا بوستات، لا صفحة للفيلم ولا أي حاجة. ده أنا طلع كفراني عشان أجيب بس البوسترات دي. ادخل على موقع فوكس هتلاقيهم فيه. لا وبعدين أنت لو كتبت بوستر فيلم العنكبوت في جوجل سبايدر مان بيطلع، والله بيطلع كتير. اكتب فيلم العنكبوت بيطلع لك كام فان ارت تعبانين مله. بس زي ما قلنا قبل كده وبنقول بتوع الصحافة الإلكترونية نص قشطة نص مربى مش فاهمين حاجة. بينقل إيه ده بوستر كله عبارة عن قفا أحمد ساعة عليه عنكبوت، يوم كاتب لك الشركه المنتجه تطرح الافيش الرسمي. انت جايبه من جوجل يهبل. وفي واحد تاني ازرق برضه ملخبط اكتر منه، اللي هو الناس بتشتغل بتعمل افيشات وهي لسه ما تعرفش حاجه عن الفيلم ده. بقى بص، على الرغم من ان احنا ممكن يعني يؤخذ ويرد في التنفيذ كتير، الا ان لو بصيت على ده بقى اللي هو كان بيسموه مش عارف 24 فوليو او 26 فوليو اللي هو بالعرض، ممكن نقعد نتكلم مطولا في رداءة التنفيذ، في سوء الصور والريتاتش، في التقليديه، في الماتشنج، في كل شيء معمول سيء. بس يمكنني ان ارى بشده ان اكيد كان ريفرنس الافيش ده اللي هي فتره مجد احمد السقا. يعني انا لما افتح تيتو واخد بالك السكاي لاين اللي فيه واضحه قوي انها يعني متاثر بيها في العنكبوت. مش بس كده، انا لما افتح ده بتاع نقطه رجوع، الروح دي هي الشبح بدل فائد، روح الافلام بتاعت الفتره دي واضحه، انا شايفها جليه في الافيشات بتاعت العنكبوت. هو انا مش متفق مع ده. لا مش مشكله تتفق، لان انت يبدو ان انت النقطه دي مش واصلاك وعايز تركز على نقط معينه. لا انا مش متفق معاه، بس حتى لو عمل كده فهو ما شاء الله تبارك الله راح جاب الروح باخطاء التنفيذ بتاعت اوائل الالفينات ورداءة التنفيذ. الريتاتش وحش، ما تعرفش ايه التون اللي الصور واخداه ده مش مفهوم. واضح ان ما فيش صور اصلا. يبدو انها ستيلز، وده يعني بيوضح لك العمليه ورا كانت عامله ازاي. كان واضح ان ما بقول لك ما فيش اي اهتمام بالجانب الدعائي فيما يتعلق بالفيلم ده، ولا كانه فيلم لاحمد السقا والمفروض بقى راجع بعد كام سنه للسينما. مثلا وظافر العابدين ويسرا اللوزي. قول لي كده امتى اخر مره شفت افيش فيلم رسمي اجنبي لميجا ستارز حاطين ستوك سيلاويت 2 بيضربوا بعض عموما؟ وبص الخيال، بص والمشكله بقى ايه؟ الظل بتاعهم رديء. ده سيشن على شاتر ستوك، ناس متصورين على خلفيات بيضة بس هم غامقين في وضعيات مختلفه. انا بعمل زوم كده، ايوه واحد فيهم لابس تيشيرت ازرق والتاني لابس تيشيرت احمر، ويتحطوا كده سكيل في الشلاحات بالنسبه للقطر. هيز على القطر مش فاهمه جاي منين. نور الشمس طبعا اغسل ايدك منه. ده طبعا هنتكلم في قص الشعر، منى زكي، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، طبعا دخان السيجاره الفيك يعني والطلقه اللي زي الزفت، وباقي الحواف البيضة على المسدس. بقى كده عملوا ده. انا واثق ان انا شفت الحاجات الابيض واسود على خلفيه بيضه دي قبل كده. اكسبندبلز ممكن في امثله كتير، بس انا بصراحه استخسرت ان انا ادور. هو ده كان يجي منه ماشي يعني. لكن ما دون ذلك بص السبلاترز قديم شغل قديم، شغل المفروض نكون تجاوزناه من فتره كبيره يعني، الا لو اللي عامله لسه بيبتدي فكويس. لو لسه بيبتدي. بس انا لازلت مصر على النقطه بتاعت ان هو في روح الافلام القديمه. احنا كده خلصنا افلام العيد. ما تخيل الموسم كده شطب مفيش حاجه. كنت بحسب كيرة والجن طلع كيرة والجن نازل مش عارف امتى العيد الكبير. كان في فيلم اسمه باين مستر اكس بتاع احمد فهمي، كان قاعد كده على عربيه حمراء، قال لك برضه في الصيف. يعني نقدر نقول بما اننا اتكلمنا على كل افلام العيد صعب ان انت تقول افضلهم، ما هم للاسف كلهم غلطات. تخيل ان لما يبقى افضلهم زومبي. لا انا بالنسبه لي هقول افضلهم بتاع واحد تاني على الاقل في فكره واحد تاني الياهم واكثرهم لا ما انا نظافه. انا هنا هدمج وجود فكره مع وجود شكل جمالي، يبقى هو واحد تاني. ممكن هتفق معاك في الحته دي. واعتقد نزل افلام تانية اجنبي، بس دكتور سترينج انا اتكلمت عنه بالهبل، سونيك نزل انت رايك في موضوع المنع بس باختصار، لان انا بالفعل اتكلمت عنه كتير. لو شغل عشان افلامنا المصريه ما تبورش يبقى جزم عليه، لو فعلا على مبدا يبقى صح ويتحرق دكتور سترينج على مارفل. دي حقيقه. وبعدين خصوصا لما تشوف في النسخه الايطالي كان دكتور سترينج عامل كده، قاموا مخلينا عامل كده. ليه بقى؟ قال لك عشان كده لو عملت كده في ايطاليا الواحد عملت له كده يعني معنى كان انت بتقول له انت دايوس. بس الاحتفاء بقى المقالات ودور ورايا يعني
ما تاخدش كلامي كده مصدق. جميل جدا ان مارفل لما تتصدر لفكره الورلد وايد ريليس تراعي اختلاف الثقافات عشان الايطاليان موفي جوورز ما يحسوش ان هم اوفندد باي شكل من الاشكال، ومش قادرين نستنى لما الفيلم ينزل نشوف ازاي هيصلحوا الحركه دي بالسي جي اي. هو احنا اولاد الغساله اللي بيسمع الكلام وبيقول لك دكتور انت فاهمني طبعا، ولا احنا عشان مواطنين بني؟ ما اقول لك العرب البني باين بني. ولا انت متشممين الكله؟ انا مصري مش عربي. طب هي مصر دي لون واحد، ما كان فيها بيض وسمر وقمح. لا ما انت الكله بتجيب كده بقى، نشم الكله خطر. نخش بقى بعد العكه دي وشويه الكلام المقرف ده على مسلسلات رمضان. وطبعا زي ما قلنا في المقدمه ان الموسم ده من اكتر المواسم اللي ملهاش روح كده، وتحس مش عايز تتفرج على حاجه. والله، وده شيء كويس. ايوه لعله بقى نبدا نقل من استهلاك المسلسلات في رمضان. مش عايز ازكي نفسي واتكلم من منطلق ان شهر العباده، وهو شهر العباده واللي مش عاجبه بس ما حدش يتهمك ان انت بتزايد عليه. بس جاز ما علينا. بس فعلا هم بداوا يستسهلوا ويقلب لك اي حاجه في الرغيف ويقول لك مسلسل، وغلطات وبتطلع ترندات. فاتمنى ان احنا نبدا نقلل استهلاكنا من مسلسلات رمضان، يمكن لما عددها يقل جودتها تعلى. بالظبط، لان انت عندك كان 36 مسلسل، يعني انت هتبدا تستبعد اللي هي الحاجات منخفضه الجوده زي النقطه العاميه بتاع ايتن عامر، زي اللغز بتاع نورهان ومحمد نجاتي. يا ديني حاجه رديئه. تقريبا محمد نجاتي كان لازم يخلي الحاجه تنشف عليه بطاطس. غلط المره، غلط بالظبط. يا مسلسل لو بادجت. العائدون برضو ما خدش هايب. انا لسه امبارح مكتشف ان هاني رمزي في العائدون. مثلا انا ما شفتش الاختيار بس. ما هو اختيار انحراف بتاع روجينا كان بيتعرض بالاكراه. كل ما تفتح من 10 بالليل للسحور اي قناه مشغله انحراف. فانا غصب عني شفت، يعني فهمت القصه وشفت النهايه وشفت التويستايه. مسلسل انحراف ده يجي منه، بس مش البطله روجينا. تحس كان عايز ممثله اقوى. هي عملت اللي عليها والله، مش عايزين نبخس الناس يعني اشياء، بس كان مثلا هند صبري، منى شلبي بنفس الاداء اللي عملته في كل اسبوع يوم جمعه يجي هنا. في العموم المسلسل ده كان محتاج ستار باور عشان الناس تتفرج عليه. بالظبط دي حقيقه. اتظلم شويه من حكايه، بس هو كده كان بيتعرض بالاكراه في التلفزيون. دنيا تانية امي كانت بتتفرج عليه، فانا شفته بالعافيه برضه، كنتش مركز قوي فيه. بس يعني من الجيد ان تجد مجدي كامل بيرجع ياخد فرصه ويبدا يظهر، لانه من الناس المواهب المهدره. يعني دايما عامر يحيى عزام قال لي اتفرج على الحلقه الاولانيه، ما استحملش الحلقه الاولانيه الصراحه. دخلت لقيت اخراج وكوميديا ومونتاج وافيهات ميلودي تتحدى الملل. عارف انت شغل الكادرات المايله ده، والافيهات سامجه. وبعدين لا مؤاخذه اخويا، ما تجيبليش ما تكلمنيش على تعليم في مدارس ناشونال وانترناشونال ولا جامعات خاصه، والعيال الاغنياء دي انا ما بحبهاش من الاخر. برضه في مسلسل دنيا تانية لا كليشيه، انت ابويا الغني وانا ابنك وعملت مصيبه. ايه اللي انت عملته ده يا بيه؟ وانا حرمتك من حاجه؟ ايوه حرمتني. ما كنتش بتسالني بروح فين ولا باجي منين، وكل حاجه بطلبها باخدها. وانت ياما مش فايقالي ولا فاضيالي، مقضياها مع اصحابك عند ايمي تاتو، وعماله تعملي شعرك وانت وليا مهترئه اساسا، والبوتوكس هرى وشك. انا طالع فين؟ طالع اشرب مخدرات واموت. هتقولي صاحب سوق. انا عايز اللي هو الكليشيه بتاع كان نفسي ابقى فقير عشان اطلع محترم. انت غني يعني وجب عليك تدي ابنك بالعربيات من هو عنده 15 سنه. لا ولازم مثلا لو غلط اسجن اللي هو ضربهم او اللي اغتصبهم او اللي عملهم. تصور يعني مشوه جدا عن الاغنياء. تعال شوف المدارس الحكوميه عامله ازاي. شوف والله، يعني افتكر والله رحت مره في ثانويه عامه، المدرس ساب لنا الدين عشان يخش يشرح لنا عربي. تخيل. ولا الحلقه اللي انا شفتها نضال الشافعي عامل مدرس كيمياء، وانا نفسي اجيب الكتاب اللي بيكتبوا عن التعليم كده وادخلهم في فايت كلاب وابدا يعني يلا اعمل معايشه، انزل اعمل معايشه. ينزل التجمع يشوف سناتر التجمع. والله انت لو نزلت من على السرير مفيش مدرس كيمياء في الدنيا بيقول انا كده كتبت لكم 100 معادله. 100 معادله؟ وليه الدراسه بدأ بقى لها قد ايه؟ 100 معادله؟ 100 معادله ما تفكروش فيهم واحفظوهم زي ما هو، وتعالوا سمعوهم لي المره الجايه. الله يا كاتب يا ابو رؤيه نقديه لمحمد ثروت. شيكادادا هنقفل الرياضه، وقدامه اساسا يعني الطلبه تحسهم عزبات وجحوشه قد كده، وده عامل لهم اغنيه عشان يشرح الجذر التربيه. مستر حنا انتحر اكيد بيشرح الجذر التربيه. ايه الهبل ده؟ واداء مصطفى طبعا، يعني مصطفى شعبان بعد الاداء الساحق الماحق اللي عمله في مسلسل ملوك الجدعنه في رمضان اللي فات بيكرر بقى التجربه. قال لك ابعد افصل عن عمرو سعد واعمل انا البورم، بس البورم ابن الناس. اصل عمرو سعد اللي شفناه في مسلسل توبه هي جابت معاه قوي
سكه ايه الدوكو بتاع التكاتك اللي من ورا. وتحس مسلسل توبه ده اللي كاتبه عشماوي الجارد الشرس. فعلا انا حسيت كل كده. الجمل اللي هي فيها جناس وسجع جناس وسجع. مش البطل بس، ده بقى كل الشخصيات كده. عمرو عبد الجليل بيمثل مش زهق فعلا، تحسه مش مهتم باي حاجه. ده كان طالع في ملوك الجدعان عامل فيلن، واقف عاز ابنه، واقف ماسك السيجاره، لسان حاله جملوني ونفقوني عشان انتوا كده بتغزوا سطوتي ده انت شرير قوي يا استاذ عمرو. عارف انت تمثيل الزهق اللي بيعمله ده؟ تتفرج على عمرو عبد الجليل في طايع مثلا، او مثلا صرخه نمله، تحسه بيمثل وبينفعل وبيعمل، انما هنا ثابت وعامل كده، وتحسه بياخد كل اللي واقفين على قد عقلهم. لو انا جاي اخد فلوس وامشي. لو تعالى ايه عندكم نص وريني. ولكن امانه تقتضي ان في مسلسل مكتوب عليا، وده العمل الوحيد اللي فيه عمرو عبد الجليل انا شفته، من نص المسلسل التاني لحد ما المسلسل بيخلص لا بيفوق معانا بيشتغل. بمناسبه بقى انت دخلت قلت مكتوب عليا، خلينا نتكلم في مكتوب عليا. انا وقفته عند الحلقه الثامنه. الفكره حلوه، اللي هو الهخات بتاعت ابوه دي حلوه، بس رتم الكوميديا بطيء بشكل مخلي مسلسل دم واقف. وبصراحه هنادي مهنا ساعدت في وقوف دم المسلسل بامانه يعني. وتحس ان بصراحه كان محتاج حد غير اكرم حسني بصراحه. انا بقى شيكو مثلا، انا هختلف معاك كليا، وان كنت هتفهم الناس اللي قالت لا 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 المسلسل ده شوفه على رواقه بعد رمضان، لان هو بطء في البدايات بصوره تضايق، بصوره تغيظ. انا اول 5 حلقات قاعد اعمل كده، اللي هو يلا وريني هضحك امتى. مش عارف انا ما استلطفتهاش. انما جو المسلسل واسماعيل فرغلي اكتشاف وانت بتضحك على ايه؟ ده انت لو شفته في اواخر الحلقات والايه بقى والبينج بونج مع اكرم حسني، الطفله جليله حلوه نوعا ما، معرفش مين اخته. هلا رشدي باين، معرفش والله. انا بقول لك هي مغنيه، ما اعرفهاش برضه. انا ما اعرفهاش ومش عارف انت صوتك كده ليه؟ فين الشخصيه او ايه الكوميديا؟ فهي ما ضحكتنيش، وانا طول المسلسل في اي حاجه بتظهر فيها انا مش فاهمها. خطيبها اللي هو كان بيطلع مع احمد امين ده السيد. لا مش السيد، هو نجح في ان هو يضايقك ويرخم عليك، وبرضه في اواخر الحلقات بيدخل في شخصيه ارتقاء ويبدا يضحكني ويقرفني في نفس الوقت. ما سالتنيش بقى ايه اللي يخليني اتفرج على المسلسل ده من ايه اللي يخليني اتفرج على محمود السيسي. انا اسف، محمود محي الدين. اسفين يا جماعه، محمود محي الدين ايه محمود السيسي FKA formerly known as، مع انه في السينما لسه مكتوب محمود السيسي. انا بحبه من على الفيس وما بضحكش عليه. اوعى يا عم نادرا ما بضحك عليه، بس بحب طريقه كلامه، تحسه يعني لافف وداير. بعد اول مثلا 10 حلقات قلت ايه ده؟ يعني انت جايب سايد كيك لاكرم حسني ما بيتكلمش، ما عندوش اي حاجه. لا وكمان ده طالع في فيلم الزومبي، وطالع هناك طالع بسلوم العربيه، هو ووليد ابو المجد بتاع الستاند اب كوميدي برضه. يعني الناس اللي اتفرجت على المسلسل بدايه كده من الفرح بدا محمود السيسي فوق وتألق في الاخر، وفكره انه مش قادر يستوعب ان علاء محمد طعيمه هو شخصيه ارتقاء بس لابس باروكه ومعجب بارتقاء وبيحلم بيها، مع ان احنا الاتنين عارفين ان احنا متنكرين. دي ضحكتني، ونظراته ليها كانت مضحكه، الى ان جه في الحلقه 30 واكرم حسني قعد كل الممثلين وفي مشهد مؤثر، فكل الناس متاثره، حتى المغنيه دي وحتى اسماعيل فرغلي اللي هو اخر واحد تتوقع منه يتاثر، ومحمود السيسي كان قاعد عامل كده. فبان هنا بقى ان هو محتاج يشتغل على نفسه كممثل. طب اعمل كده، قطب جبينك. انما انا في اللقطه دي هو تحس اللي هو يلا قول يا اكرم، خلص بقى مشاهدك وامشي. حلو، واتمنى اشوفه حاجات كتير، بس نمثل اكتر. احلام سعيده انا ليا تقريبا في كل موسم 4 مسلسلات، كبير وجزيره غمام ومكتوب عليا، وكنت عمال اختار الرابع. في بدايات الايام اتفرجت على احلام سعيده، بعد اول 4 حلقات ما حسيتش ان انا في اي دافع يخليني اكمله. مسلسل ملون والزمالك وكل حاجه، بس مش مهتم، مش عايز ابان عنصري. قصه الستات دي وبحثها عن الذات مش ناقصه، فتوقفت عن متابعه احلام سعيده. انت كملته؟ انا ما بداتوش اصلا. لا انا ما يعني هي يسرا طبعا ومي كساب، واسمع ان مي كساب عامله دور فظيع يعني، بس انا ما كملتوش وما اعتقدش ان انا استبدلته بايه بقى؟ راجعين يا هوا. راجعين يا هاني، يا هاني مكتوبه كده هتقول لي اشمعنى راجعين يا هوا من كل المسلسلات؟ اقول لك عشان انت عارفني بحب الاستاذ خالد النبوي. انا ما شفتوش بصراحه، بس شفت كام لقطه، فاهم الكونسبت من بعيد ان في بيت مقسوم نصين غير كده ما تابعتش. انت هتشمر لنا ده فيها 10 ريكوردات. لا معلش بس يا جماعه، عشان المسلسل ده اول حاجه تشلني زي البحث عن علا، فانا عايز اخد حقي بقى، يعني يا ريت بشكل مقتضب. ما هو للاسف في سيت اب لازم نشرحه للناس. طب اشرح. عيله ابو الهنا، فطين وامين وبليغ، واضح قوي هم متسمين على اسماء مين. فطين عبد الوهاب، بليغ حمدي، امين الهنيدي. يا
راجل. باختصار شديد، كمال ابو ريا، صبري فواز، واخوهم الصغير خالد ابو النجا، الاثنين دول طالعين بصورهم بس، في ناس بتطلع بصورها، والامانه مثلوا مشهد اللي هم ماتوا فيه. بليغ ابو الهنا ده الاخ الفاشل ولكنه الطيب، ادوا له فلوس ومعاه اغنياء جدا طبعا، خد فلوس وعمل كذا مشروع وفشل، وراح فين؟ راح بودابست. ده مع كلينتون وناتاشا. كمل. بيستلف من راجل ايه ما تفهمش، زعيم عصابه ولا قاتل مأجور، 5 مليون يورو. بيمثل هذا القاتل المأجور ابو عدنان منذر ريحنا. بيبتدي المسلسل بهذا الفاشل بيضحضح رجاله ابو عدنان في بار في بودابست، لحد ما بيجي له ابو عدنان ويمسكه يقول له احنا مسكنا المزه بتاعتك كان بيحب واحد مجاريه، ويقول له انا هديك شهرين تنزل مصر تاخد ورثك من عيلتك، يا اما هموتك وهموت البنت المجاريه وهموت عيلتك وهموت نفسي واخر. طبعا منذر ريحنا جوكر. الاداء السايكو اللي هو بيعمله، وبعدين ويتكلم ويتقل في حاجات ويطول في حاجات. مش في كرم الكينج انت يعني ايه يا بليغ هتركب الطياره وتنزل على مصر تاخد ورثك ونغور في داهيه بقى؟ وهو في الطياره بيحصل موقف قمه في لا احنا مش لازم نتكلم في التفاصيل دي قوي يعني. والكاريزما بيطلع من الموقف ده بدكتوره نفسيه اسمها ماجي بتمثلها نور. خش بقى في العظم بقى، بيدخل يلاقي البيت زي ما ظهر في الاعلان وكلكم عارفين طبعا، قصر كبير مقسوم نصين، فريق وفاء عامر وفريق انوشكا دي وعيالها ودي وعيالها، بيروحوا لا دول طايقينه ولا دول طايقينه. ليه؟ لانه فاشل، ما عدا واحد من عيال وفاء عامر وواحده من عيال انوشكا، واحد من عيال وفاء عامر اللي هو نور النبوي ابنه واللي الدم بيحن، والتانيه بنت من انوشكا طارق عماد، مريم الخشت، لا اسماء جمال، لا هاجر احمد، هدى المفتي، لا والله اللي هي شله البنات اللي شبه بعض دول، هي واحده منهم اسمها ايه؟ سلمى ابو ضيف. يلا مش مشكله، كلهم شبه بعض يعني. فهم دول الجيل ده اللي ما تاثرش باحزان الماضي، هم دول اللي فيهم الامل. عمه احمد بدير ماشي فلاش، انا مستني طول المسلسل بيعمل كده. نختم العنصر النسائي، قلنا نور ماجي نشأ علاقه غريبه على الطياره، وهنا شيحه بتاعت حب البنات اللي هو كان بيحبها وسابها وسافر في الخطوبه او حاجه، فبقت هي بتحبه ومتعلقه بيه، ولو قال لها حاجه ما تعجبهاش تقوم تكسر الدنيا وتمشي. عارف انت الشخصيه دي تم تناولها. فاكر في حته بدايه كده في يوم ملوش لازمه، زي روبي. ماشي. بدايه كده فكره الراجل المافيوزو اللي بيدور عليك عشان فلوسه، لسه شايفها في موضوع عائلي مع محمد شاهين وهاني سلامه، وكانت في دنيا تانية ودنيا اتفضل بقى يلا يا بليغ انت ايه مشكلتك القاتل اللي بيجري وراك على 5 مليون يورو. ما بنعملش اي حاجه في سبيل ان هو يحصل على 5 مليون يورو، هو قاعد يحل مشكله ده ويحل مشكله. طب ما نحل مشكلتك ونحل مشكلتي او تولع مشكلتي اللي انا جاي لكم عشانها. عمه اللي هو الفيلسوف عمه احمد بدير عنده مشكله مش لاقي نفسه، حل له المشكله. شفت نور النبوي خدوا حلقه راب باتل، بنت اخوها هتطلع مدمنه في الاخر نحل لها المشكله. ابن اخوه مش لاقي نفسه وعنده عقده اديب مع عمه نحلها له. ماجي اللي هي الدكتوره اللي اتعرفت عليه في ظرف اللي هو التخلف بقى بجمله الكليشيهات، شنطتهم اتلخبطت في المطار راح ياخدها منها، لقاها امها وابوها بتقول لهم اعرفكم دكتور بليغ خطيبي، هي بتضحك عليهم وحوارات بتشتغل في محطه مصر. نحل مشكلتها. هنا شيحه مش فاهم، شويه يقول يعني شويه يديها ريق حلو، يلاقيها عشان تغيظه رايحه تتجوز واحد ما بتحبوش، يقوم رايح يقول له انا بحبها عشان ينقذها. دي العلاقه الابيوت، الفلوس المافيا تبكي في الزاويه، غدر المحادثه. هتقول لي يمكن هو بيحل مشاكل عيال اخوه فقلبهم يحن يدوا له فلوسه. لا، المشكله ان هو ما كانش بيحل غير مشاكل الاثنين الصغيرين اللي ما لهمش تاثير اصلا، انما الكبار اللي هم الولد اللي طالع الدكتور في لعبه نيوتن، والتاني اسلام جمال. هنحط صوره الممثل اسلام جمال اللي هو كان اخو تامر. ايوه عارفه. دول بقى رجال الاعمال، دول عيال صغيرين انت ضحك عليهم، انما دول رجال، احنا رجال اعمال. المسلسل كله ما تجيب الفلوس ما تعمل اي حاجه، لا بيرازي فيهم، وهم ما بيعملوش اي حاجه ضده غير ان هم مثلا بعتوا واحد يضربه مره، وابو عدنان قاعد بتفرج عليهم انا من بعيد وهم بيحلوا مشاكل بعض. واديني بقى في الاركات والانجلز اللي ملهاش اي لازمه. اسلام جمال اتجوز على مراته، انا مالي، انا عايز 5 مليون يورو، اصل اتجوز صاحبتها. يا يعني دماغ ستات البيوت دي ايوه بتلعب انت عليها. مش عارف مين متجوز واحده غصب عنها. احمد بدير شخصيته مش مثلا ان هو انت تعتبر جد العيال دي كلها فليك كلمه، لا محدش بيعتني بكلمته. وطول المسلسل طالع جبت لك كركديه اسواني يستاهل حركه طول المسلسل، وعايش في الجماليه مالها بقت مرافق كده، بقت انترنت 5G جماليه. انا نفسي اروح بعد ما لكنا كتير. الخطر من منذر ريحنا ومن عيال اخوه اللي مش عايزين يدوله فلوس، لا دول بيعملوا حاجه ولا منذر ريحنا بيعمل اي حاجه. يخطف له مثلا حد يضربه طلقه عيار في الظلام، لا. فبعد فتره كده ومن المط كتير بتدرك اللي هو طب ما انت عايش حلو اهو، فايت تحل مشكله دي ومشكله ده، ما خلاص بقى. طارق عبد العزيز
اللي هو بتاع المطاعم لحوم واسماك. كان فقير واتغنى، بس هو بيحقد على بليغ لو عشان انا كنت فقير انت كنت غني يا عيال ابو الهنا وانا كنت فقير. يا ابني طب ما انت اتغنيت. هي حته حقد برضه. اساعدك يا بليغ، اساعدك يا بليغ، مش عايز اشاركك في حاجه، مش عايز 5 مليون يورو تردهم لمنذر ريحنا؟ ادفع لك فلوس؟ لا والله الله يخليك. فبتكتشف ان احنا وقفنا في لحظه لقينا ان احنا فيستك منذر ريحنا كده، احنا قفلنا على اهله ما شخصيه زفت، وان فلوس مفيش اي الراجل بيقول له شهرين وتقريبا بليغ ده قعد 60 سنه في مصر. فقررنا ان هو يبقى صاحبه ده اللي عنده شويه احقاد بس يبقى هو ده سبب الخراب اللي في المسلسل كله. ملحوظه بقى عشان البلوت اللي اراهنك ان ده ما كانش النهائي، هم عكت منهم في الاخر قال لك نعمله. قلت لك في امين وفطين والاثنين شركاء، في محاسب في الشركه على الحياد بين الاثنين. مين؟ الاستاذ مصطفى حشيش، ده الحياد وهو الوحيد اللي بيحب بليغ وبيأيده وبيبعت له ورق يثبت حقه في الورث. يعني من ضمن الاركات اللي ملهاش لازمه مصطفى حشيش عنده بنتين، واحد مجوزها لده ابن فطين اسلام جمال، والتانيه مجوزها لابن انوشكا. ده مين موحد الحاجتين؟ ملهمش لازمه. واو ماشيين واستاذ منتصر وتعالى راجع معانا الحسابات عشان يجي في الاخر يكتشف ان مش عارف مساله غسيل اموال عيال اخواته هيروحوا فيها في داهيه، فنقعد ندور في الحسابات لحد ما يجي نور النبوي يخش يجي ومين اللي زق؟ صاحبي. ويطلع صاحبي هو اللي ساعد في قتل اخواتي. فجاه بقى الخطر كله جاي من صاحبي. طب احنا قاعدين بنعمل ايه؟ انت مش عايز الفلوس، لا انت بتعمل حاجه تاخد بيها فلوسك، ولا هم بيمنعوك باي صوره، ولا القاتل المأجور ده ليه اي تأثير على حياتك. وفعلا القصه واقعه وملاش اي معنى. تجيب بقى صاحبه على حته حقد طبقي على مين اتجوز صاحبه مراته، تحسها دراما اللت والعجب. مين وشخصيه معتمده على جوزها، حته برضو الواحد اللي بيذل واحده بالصور نديها مش مشكله. كل ده بقى كوم ويعدي. كاريزما خالد النبوي ورايا قاتل. لا هو كاريزما بصراحه. ما انا مش معترض والله، عليا دين وعيال اخواتي طردني وضربني بالبلغ وقفي وهزر وكشر. طب ما هتاخد امتى الموضوع بجد؟ والاستظراف بينه وبين الفنانه نور وصل لاعلى درجاته، لدرجه ان هم في اغلب المشاهد كانوا يتكلموا جملتين ويغنوا ويمشوا. ايه ده؟ فتبقى قاعدين انا هحاول اصيغ مشهد زي ده اللي هو ايه ده يا بليغ عامل ايه؟ الكلام ده كان زمان. عايزنا نرجع وانت تكمل ونمشي 6-7 مرات على مدار 30 حلقة ده يحصل، وشوية يعمل نفس الحركة مع سلمى ابو ضيف. هو ده المفتي نور النبوي من نقل عام. الناس اللي فاكره فيديو نقل عام، انا مش عايز اكرهك، انت مقبول قوي في المسلسل ده عن المسلسل قبل كده، ولكن سنة الاستظرافة دي لازالت موجودة. سلمى ابو ضيف البنات بتوع التجمع والكلام اللي هو ايه بتتكلم بالربع. بتقسم ازاي؟ احنا قلنا في مسلسل منوره باهلها كان في الممثله بتضرب الكلام في 2، دي بتقسم الكلام على 2 يعني. سلمى ابو ضيف اللي حصل البنات دي دي مسلسل من اسوأ ما يكون. ولا اعتقد يعني انا ما اعرفش، حاسس انك متجني عليه شويه. متجني؟ طب اتفرجوا عليه. احنا قعدنا 27 حلقه بنلف ورا بعض، وجينا بدا يحس بالخطر وعيال اخواته حسوا ان ده عمهم واحنا نحب بعض واحنا نعمل مش عارف ايه. في الحلقه 28 الدنيا اتصلحت، واللي متجوز على مراته طلقها، واللي ما بيحبش مراته حبها، وانوشكا ووفاء عامر حبوا بعض. كل ده في الحلقه 28 وانا ما بالغش. انما طول المسلسل بنلعب الزحاليق. والمصيبه ان المسلسل تأليف وجيف كده في اخر الحلقه رائعه اسامه انور عكاشه، وهذا اسم تقيل. طبعا. كل ده الحلقه 30 ايه بقى؟ استعراض كل الخيرات حصلت ازاي. خير ومشاهد حلوه وناس قاعده على سفر وبتحب بعض. لا ده انا اعمل لك فرح وناكل ونحب بعض ونتصور سيلفي. مفيش كركديه اصلا. اسوأ مسلسل يمكن بعد المشوار، وانا كده مش هتكلم ان انا ما اتفرجتش على المشوار. انا شفت اللي يهمني في المشوار المشهد اللي كان في الدخيله والماكس ده، شكرا كده، غير كده ما اتفرجش. مسلسل راجعين يا هوا واقع. جمله اخيره من اغرب المشاهد اللي شفتها في رمضان. هنا شيحه شغاله في شركه عقارات من اللي هي بتاعت التجمع، جايه لها ايه سماحه اللي طلعت في ما وراء الطبيعه. مش مشكله شخصيتها ايه، بيكلموا في اي حاجه. لا انت هنا شيحه اللي بتتكلم، لا انت اول مره تشرفيني لازم تشربي حاجه. قالت لها مش عارف اشرب ايه. قالت لها حاجه، قامت هي بصه يا دانيال او يا ديفيد. اخر شيء كنت اتوقع ان ديفيد او دانيال او مار راجل طول بعرض وعضلات كده ولابس جرسون جاي من المطبخ في هذه الشركه، جاي من المطبخ عليهم على المزلاج اللي هو اللي انت بتقف عليه يمشي ده، انا ما اعرفش اسمه، عايزين نحط لهم صوره. انتوا هتقتلوا نيلسون مانديلا تاني. انتوا هتغلوا البنزين.
ايه ده يا جماعه؟ شركات الاعلانات والعقارات بتاعت الاغنياء بيعملوا فيها كده؟ ده دكتور غريب بوظ الدنيا. والله فعلا دكتور سترينج بهدل الدنيا، راجل وعضلات تشرب ايه يا فندم؟ انا هتكلم عن الكبير لان انا سكت كتير، وخلينا كده نبدا بشويه مقدمات. هو مش وحش بس اضعف جزء، في حاجات بتميزه بس للاسف في مشاكل كتير. كلام بديهي اعتقد. يعني عجبني فيه ان انت بدات تستعرض يعني شخصيات تانية زي مربوحه، دي الفاكهه بتاعت رمضان، نفادي. وفكره ان الكبير يبقى ليه سايد كيك وزميله وصاحبه نفادي، على الرغم ان هو مساحته كانت ضيقه. الفكره العتره اللي هو الشخص الممثل حلو هيبدا يتشير ان شاء الله، اللي هو كان عامل العتره لما كبر، ماشي فكره جديده، لكن ما دون ذلك الكتابه ما فيهاش كونسيستنسي، ما فيهاش ثبات. انت بتحس اللي كل حد بيكتب في حته. العالم بقى محدود، ما بقتش تشوف ناس كتير، لدرجه ان مشاهد الناس بتوع المزاريطه كانت حوالين البيت، لو تحس ان هم احنا مش هنصور خارجي في المسلسل ده. افتقر الاوريجيناليتي الاصليه بتاعت الكبير. يعني كان في افكار اللي هي طالعه من عالم الكبير، زي بتاعت مثلا الامريكان فوتبول، زي المزاريطه عندها تالنت، زي حكايه فيس اوف، كان في افكار كده اصليه. انما الكتابه في الموسم السادس حاجه من اتنين، او للدقه 3، يا سخريه يا كليشيهات يا ترندات. سخريه عملت سكويد جيم، اكتر حته ما عجبتنيش، في ناس بتحبها وهي فيها افات حلوه خصوصا من نفادي. كليشيهات لازم يبقى في حلقه عن التنمر اللي في المدارس والست، وحلقه عن الفيمينيستات. دي الحلقه ما شفتهاش لان انا اساسا يعني مش من كبار معجبين ليلى عز العرب، فما قدرتش استحمل. يعني ده حلقات الكليشيهات. وحلقات الترندات زي ايه، انا عايز اعمل محتوى، انا بعمل فيديوهات وبتاع. فما حسيتش ان المسلسل قدم فكره كده حلقه اللي هي الناس يعني ايه تنبهر بيها. حتى مهرجان المزاريطه يعني اتعجن في 3 حلقات وهو ما ياخدش حلقه اصلا. دي من المشاكل برضه. وكان في قماشه ان يطلع منها افيهات اكتر من كده. يعني حكايه الفيلم بتاع الافتتاح وهو جايب من افلام من ايجي بيست، فكان يعرض لوجو ايجي بيست، ويجيبوا فيلم اللي هو مثلا ايه المشاغبون في نويبع والحاجات دي، كان ممكن يطلع منها افيه. كان في احتمالات كتير تطلع من المسلسل ده. خلينا نقول بس ان هو ما بيضحكش بهذا القدر اللي الناس مفكراه، ما بيضحكش خالص. وفي حلقات مالهاش لازمه زي بتاعه توظيف الاموال بتاعه حمدي المرغني. في سكويد جيم، يعني انتوا بس عملتوا من سكويد جيم اللي هي اللعبه بتاعه العروسه اللي بتلف، لكن ما دون ذلك جابوا العاب سهله، وبين الالعاب في حشو قد كده اللي هو الشخصيات بتطقش في بعض ويقعدوا مثلا ايه هطير فطير سمير خليل، كتر قوي الموضوع بقى دمه تقيل. وتحس ان الشخصيات بقت قطع شطرنج. يعني فزاع بتحس واقف قدام الباب لحد ما يتنادى عليه، اشرف قدام الباب لحد ما يتنادى عليه، هدرس واقف كده بيسرق الجزم من الجامع، وزير الجامع لحد ما يندهوا عليه. انما في الاجزاء اللي فاتت انت كنت بتروح قصه ليها علاقه بابا وهدرس تروح بيتهم وبتاع، قصه فزاع لما اتجوز ام الكبير مش عارف ايه، قصه اشرف زي مثلا اللي هو الارك بتاع شمس الزناتي برضو ده كان بيضحك، على الرغم الناس ما بتحبش لما طلعوا تركيا وبتاع، انا دمها خفيف بصراحه بتفرج عليه. انما ده مفيش شخصيات. فين بقى بعزق وفين الناس دي، فين المزاريطه، فين اهل البلد؟ فبقى رتم واقع ودم واقع، وبصراحه غير قابل لاعاده المشاهده. يعني لو هتفرج روح اتفرج على الجزء الاول، لان هو انت فاكر يا ابني اول ما اتعرض اول مره على نايل كوميدي ومش فاهمين ايه الحكايه، واحمد مكي عامل الشخصيه بتاعت طير انت، فلا بصراحه هو فعلا ما بيضحكش بالقدر اللي الناس بتقول. بس كويس انه سحب البساط من رامز. واكيد يعني مكتوب بالنسبه لي انا، مكتوب عليا بيضحكنا اكتر بكتير. انا ما ضحكتش في الكبير بس كان عاجبني الجو. هو الجو طبعا وكل حاجه، بس كافيهات لا، مكتوب عليا يطلع حاجات ياما. وفي شخصيات برضو حاسس انها بقت جوني بقى ملوش لازمه. ما حزلقوم خالص. لا حزلقوم اللي هو ايه بعد ما كان شخصيه مهمه اللي هي ايه في، انت لو تاخد بالك ان الكبير في الاول كان في ضديات بين جوني والكبير، دخل حزلقوم بقى في ضديات بين جوني والكبير وحزلقوم. دلوقتي حزلقوم بقى بيظهر ويختفي، وجوني بيظهر ويختفي، والكبير بيظهر ويختفي بلا اي هدف وبلا اي داعي. ما حسيتش بوجود جوني في المسلسل ده كله، ولا حزلقوم عمل اي شيء يعني، ولا حتى استهلك فكره الحكايات والروايات اللي كان بيحكيها دي. ما رحناش لاي حكايه لان ده كان هياخدنا المشاهد. زائد ان فكره كلام حزلقوم اللي هو مش مترابط ده اتعملت كذا مره مع الدكتور ربيع في سكويد جيم واحنا واقفين. المشهد اللي انا ما اعرفش الناس كاتبه على تويتر بتقول انه بيضحك ازاي، اللي هو بتاع عايز اشوفه حي مش عارف الكهرباء البتاع اللي ما تركبها في رجله، اصل هو اسمه انسولين عشان في الانسان، حاجه دمها قمه في التقل. جو حلو بومرز ولا ايه ممكن، بس هو الجو بتاعه حلو، اظهر ناس حلو، مربوحه ونفادي وكل يعني نفادي ده مش عايز اقول لك بقى اللي هو ايه، انا بتفرج عليه من زمان من ايام امين وشركاه والبلاتو لا ما ظهرش في البلاتو. امين وشركاه ارجعوا اتفرجوا على المسرحيات بتاعه امين وشركاه والسكتشات بتاعه امين وشركاه، هتشوفوا ازاي هو من اول مسرحيه اللي بتاعه الزفر الانتاج الفني كان حرفيا ما عندوش ولا جمله بيقولها، لحد ما في اواخر المسرحيات بقى هو سبب الضحك. ايوه انا يمكن عامل بطريقه موازيه لاحمد امين الدكتور النفساني اللي ايه يا من ارجعوا شوفوا الحاجات دي، حلو يحسب له الشخصيات اللي طلعها والجو وبعض الحاجات. والطفل الصغير مش الولا يعني يجي يعني مقارنه بالاطفال في جزيره غمام، لا ده ياخد اوسكار 5 من 10 6 من 10 ده على اقصى حد.
يعني عارف انت محتاج تجيب حد يبقى كاتب واحد، ما تبقاش معتمد ان كل حلقتين بيكتبهم حد، بحيث ترجع لفكره الحلقات المتصله المنفصله، ويكون يعني بتقول حاجه. يعني حلقه حمدي المرغني قالت حاجه، واشك ان احنا لو رجعنا اتفرجنا على 5 اجزاء هنلاقي حاجه شبه اللي هو ضحك على البلد وبتاع. بس يعني كويس انه رجع. يعني كويس ان احمد مكي كتبوا في الاخر نلقاكم في الجزء الكبير الجزء السابع 2023، فده حاجه كويسه. اتمنى يكونوا مش بيكذبوش يعني، بس احنا في ابريل، احنا في 1/5 الحلقه اتعرضت 1/5 يلا كويس. وبعدين كلمه ابريل دي 1 ابريل يعني قبل ما المسلسل يتعرض. احنا ناس الكذب بيجري في دمنا، فكويس ان احمد مكي رجع كده واشتغل يعني. طيب هنتكلم اخيرا عن جزيره غمام. وانت معلش انت خدت فرصتك في راجعين يا هوا. وجزيره غمام احنا لسه من يعني ساعه ساعتين شايفين الحلقه الاخيره. بص بقى، قطعا مسلسل جزيره غمام احسن مسلسل في رمضان بلا شك. جزيره غمام هو المسلسل الوحيد اللي تقدر تقول عليه مسلسل، يعني بجانب ان في قصه، لا ده في رمزيات. ده انت ممكن تسقط الجزيره على الواقع او واقع مغاير، كل شخصيه ممكن يعني تبص لها بقدر من التجريد تجد ان هي بتمثل فكره باسمها، حتى باسمها في بعض الاحيان، بتصرفها في بعض الاحيان، وهنفسر عامل عالم فاهم ليه ابعاد زمنيه ومكانيه. نرجع لنقطه الاسقاط دي، هتلاقي مثلا العجمي المستبد المستنير هو مش وحش، اللي حواليه هم الوحشين، اللي هو بطلان وباين من اسمه بطلان. خلدون اوضح شيء، مخلد في امها وشطان. مين تاني؟ العايجه اللي هي عارف تحس ايه، بتدور على نفسها ما بين عالمين، واخد بالك، حاله فقدان الهويه دي موجوده عند ناس كتير كده. بقى طول ما انت ماشي ممكن مع اعاده المشاهده ومحاوله التحليل تلاقي ان كل شخصيه بتمثل شيء. في بدايه المسلسل بيقول لك ان انا همشي في 3 خطوط متوازيه. الخط الاولاني مين اللي قتل سندس، الخط الثاني طرح البحر هيعملوه في البلد، الخط الثالث ورثه الشيخ مدين. نمسك الخط الاولاني بتاع مين اللي قتل سندس، والله ما كان عندي ادنى مانع ان المسلسل من اوله لاخره يبقى مين اللي قتل سندس، زي كفر دلهاب وزي المواطن اكس. كان المسلسل كله انت بتدور في لغز، شريطه ان يكون اللغز ده محبوك ويخلي دماغك تودي وتجيب. كان نفسي نوصل بيه في مرحله ان كل الشخصيات مشكوك فيها، بما فيهم العجمي، بما فيهم دره. يعني كان الموضوع محتاج يتحبك اكتر من كده. انتهى بسرعه ونهايته كانت متوقعه. يعني لو قلت ان الشخصيه دي مثلا هي دره كانت صاحبتها بس بيخش بينهم حته غيره عشان عرفات، والعجمي شافها فحليت في عينه، فمش عارف هلاله غارت كان في قماشه كده تخليك تعمل تويستايه، مين اللي قتل دي، مين اللي حصل، مين اللي جرى، وتبقى دماغك رايحه مع حد، بعد كده دماغك تروح مع حد تاني، وتستعرض الاثار السلبيه على الجزيره للقتل بتاع سندس. للاسف انا في وجهه نظري القتل الموضوع خلص بسرعه وكانت متوقعه. وتحس ان الكاتب جه قال انا هقفل النقطه بتاعت سندس دي بالثلاثه. الاثنين اللي قتلوها ماتوا بشكل فاينل ديستنيشناوي قوي، اللي هو ابن البطلان هو ماشي خبط في بتاعه وقع في الميه، والتاني ابن هلاله ركب زورق كان مخروم، والتالت اللي هو تاب وما شفناهوش تاني في المسلسل غير في اخر حلقه. حتى كانت ستها ولا امها اللي هي مليحه ماتت في ساعتها، ومن بعدها نسينا تماما الخط ده. يعني حتى خط سندس ده ما كملش. الخط التاني طرح البحر هيعملوا ايه؟ خلدون عمال يتمحك في ده شويه ويتمحك في ده شويه، واللي طالع عليه ايه يا ولد المركوب انت ماله المركوب من غيره تبقى حافل عشان تكتشف في اخر المسلسل انه ساحر وعنده قدره سحريه وبيعمل اعمال وبتاع. ما عملش اي حاجه، وبرده كان محتاج يتم استعراض هو بقى ايه. ما هو ستات طرح البحر هتغوي النسوان ازاي، وهو هيغوي الرجاله ازاي. تحسها برضو ايه، هو موقفين قمار على قرعتين بوزه وقلبنا الموضوع سريع سريع. العايقه قالت لها مونولوج، ده التأثير واخد بالك. وبرضو بدأنا ايه، الخط بتاع طرح البحر ده يدوب بقى طارق لطفي موجود في كل حته. تعالى بقى ورثه الشيخ مدين، محارب يسري عرفات. محارب من اسمه ايه؟ محارب اللي هو ده واحد الغلس اللي بيتدخل في شؤون الناس، اللي بالنسبه له شرع ربنا كله 3 حاجات، يا اما سفسف الامور، يا اما غطي شعر كبت، يا اما قوم من على القهوه وروح صلي. بيبعت شويه ناس دمها تقيل يغتتوا على الناس ويكربجوهم في الشارع لانه محارب، لانه شخص محارب طبعا. بعد كده قرر ايه، انا فشلت ان انا افرض الشرع، انا اروح اجيب سلاح. بعد ما بيجيب سلاح بيحصل شيفت، خدت بالك في الاخر بتحس انه نسي انه جاب سلاح ونسي الشخصيه اللي هو كان عايز يعملها، وبقى كده ماشي بالنور كده. يسري جايه من اليسر والفخفخه بتاع نسوان وبتاع اعمال واي حاجه ليها علاقه بالمتدينين. يعني لو الانسان العادي غريزته 10، فيبقى راجل الدين غريزته 2100. عرفات بقى نموذج التدين الامن لنظام العجمي، اللي هو ايه، التصوف. مش التصوف العادي ده، التصوف المغالي اللي بيوصل يعني في بعض الاحيان انه بيقول ولا شيء، كلام كده من بعيد يبان انه متزوق لكن ما بيقولش اي حاجه. المثال على ده هو الكلام اللي قاله للغاشي في الجبل. انا عدت المشهد ده 3 مرات وبسال الشخصيات اثرت ليه. يعني انا هذا القاتل المأجور اللي قتل ناس بالهبل، يكون قصدهم اسقاط على القصه بتاعت اللي قتل 99 نفس. ماشي مش قصدي، ايه في الحوار اللي اتقال ده مؤثر؟ ايوه، وانت عملت ايه بشخصيه الغاشي في الاخر؟ ما هو انت جاي بقى في حته ايه، المط والحشو.
انت بطيت في الاول وبدات تحشي في الاخر، فبتكتشف في الاخر ان خلدون ساحر وبيعمل اعمال. طب ما عملتش ده من الاول ليه؟ ما غوتش الجزيره بالسحر ليه؟ ما عملش اي حاجه. الكتاب بتاع الذنوب اللي هو اتاخد في اول المسلسل واتاخد كده كام بيرول واحمد امين بيقرا، ما عملناش بيه اي حاجه. عملنا لما كان قاعد مع العيقه والعيال الصغيره جابوا الناس. ايوه، فلما طلع بص للراجل وكده وقال له ايه، في ناس مش عارف كانت بتسرق المخزن بتاع العجمي وجايه تقول للناس مين قاعدين مع مين وقافلين على نفسهم بقى. فالناس كل واحد. قول لي بقى ايه الفرق بين اللي عمله عرفات واللي عمله خلدون كده؟ اللي عمله خلدون عمله عشان يذل بيه الناس ويتحكم فيهم. طب ما انت برضه اللي هو طجنت لهم. ما هو جايين بيأذوني. يعني عجبني في دي حته واحده اللي هو عارف تحس رمزيتها ان الناس بقت عبيد للذنب وبقوا خايفين من فضيحه اكتر من هم خايفين من ربنا. عشان كده ايه الذنب ساقهم او خلدون ساقهم. ممكن الزوبعه دي برضه يكون لها اسقاط. الزوبعه انت كده يعني دقيق. ممكن يبقى لها اسقاط. الارك بتاع اللي هو قسم البلد، فكره ان بلد تنقسم كان برضو محتاج مساحه اكتر من كده لانها اتقسمت حلقتين ونسينا انها اتقسمت في مينت كده. السور في مينت. صورة عمل. ده لو بتلعب ايج اوف امباير مش هتعمل كده. ايه تاني حصل؟ المناظره انا هسكت عن المناظره. اي حاجه اتحطت في مناظره شغل فرقتين واهلي وزمالك تاكد ان هي تبقى اكتر حاجه جذبت الناس في المسلسل، وهي يعتبر من اكتر الحاجات اللي طلعت ترند على المسلسل ده. احنا جايين نثبت للناس ان انت ما تعرفش حاجه في احكام شرع ربنا، فبنسالك ايه حكم الصلاه يا شيخ عرفات؟ او ايه حكم تارك الصلاه؟ حكم تارك الصلاه انك تاخده معاك الجامع. لا خش لي في حته اللي هو ايه، اتنين قاعدين مع بعض. لا اتنين قاعدين مع بعض دي شبهه واتقي الشبهات. ايه الغلط في لا غلط اتقي الشبهات. في شبهه فاتقي الشبهات. يا عم انت نبي وقاعد مع صحابيه يا سيدي بس من بره شبهه ابعد عنها. المصيبه الكبرى بقى في بتاع اللي هو ايه، وانت تقدر ما تصليش. هو مين عازم مين؟ انت لو ما بتصليش يبقى ربنا مش عايز يشوفك. يا سلام، دي مصيبه سودا دي. الناس اللي عماله تشير الجمله دي وتعملها على صور في تويتر دي كارثه سودا في الفقه اسمها عقيده جبر المعصيه. وفي كده في فرقه الازهر والسنه بيقولوا عليهم ناس خارجه عن الاسلام اسمهم الفرقه الجبريه، من غير ما افتي كتير، مؤمنه ان الانسان مسير وليس مخير. انت بتعمل الصح عشان ربنا عايزك تعمل الصح، وبتعمل الغلط عشان ربنا عايزك يعمل الغلط. يا جماعه اعجابك بالمسلسل ده شيء، والعته اللي بيتقال فيه والتصوف العلماني والتخلف ده شيء تاني. ما انا بقول لك نموذج من نماذج التدين الامن، لا هيتدخل في حاجه لا ليه علاقه بحاجه، والتصور بتاع عرفات اللي عارف في مدد وربك رب قلوب. ده ما بقولك ده امن، ده بيزيح من عليك اي تكليف وبيحسسك ان انت لو بس بقيت كويس بس ما عملتش اي حاجه من اللي عليك صح انت تمام. بجانب ان احنا لازم نقول ان الواحد شديد السعاده باحمد امين. ان هو وسط اساتذه بقى زي استاذ رياض الخولي، طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، مي عز الدين، واقف وبيمثل اكنه بيمثل على المسارح من زمان وبيكتشف جزء جديد. وانا بحب احمد امين جدا بصراحه، وانا كمان وكان قدوتي. كان نفسي اعمل هذا النموذج اللي احمد اميني على النت، اللي هو ايه، الناس كلها بتحبه وهو مركز في اللي هو بيعمله، ما بيخشش في مشاحنات. بس الوقت اللي اقطعه ده للاسف انا اشتريت عداوه ناس كتير، بس كان نفسي بصراحه ابقى زي احمد امين، يعني فنان شامل كده والناس كلها بتحبه. بس فشلت بصراحه ان انا اعمل حاجه زي الشخص اللي انا بحبها، ومنتظر بقى اشوف اللي جاي بقى منه. اكيد ان شاء الله يبقى حاجه جديده. ففي الخلاصه مشهد المناظره انا مش عارف الناس شايفه ازاي ان هو اللي كسب. هو الكاتب قال لك هو اللي كسب، واهل الجزيره قالوا ان هو كسب، والمشاهدين لازم يبقى هو اللي كسب. هو لا كسب ولا نيل، ما كسبش الحاجه ان هو فعليا ما قالش حاجه. يعني طبعا لو هتتكلم بقى كلام مغالطات فالكلام كله مغالطات. يعني الحاجه الوحيده اللي اتقالت فيه ان عرفات مش شيخ، صح. انا عجبني بقى الربط في الاخر ان هو مشهد عبد العزيز مخيون مشهد مدين واداله السبحه انا لمدين ان مش عارف ايه عن سجنه ان يخرج باين عن سجنه حاجه كده. وبعد كده خلدون رجع تاني. لا اكتر حته عجبتني بصراحه اكتر. اقول لك انا من المشاهد اللي عجبتني 3 مشاهد عشان دول اللي جايين على بالي دلوقتي. مشهد ظهر في التريلر مش فاكر انا شفت في المسلسل ولا لا. قول. لما كان عرفات ماشي على الشط وشايف الدنيا مغيمه والكاميرا جايباه له انجل من تحت وبتتهز، حسيت بالاضطراب في المشهد ده. مشهد خلدون وهو عمال يقرا التعويذه عشان يجيب دره وفجاه سمع صوت احمد امين. عجبني قوي، كان حلو قوي ده، عجبني قوي. لا والخطبه ومشهد طبعا خطبه الجمعه بتاعت خلدون. يبقى والمشهد الثالث هو مشهد الرزبنه بتاعت خلدون والعايجه الجديده وزين المواصف. وزين المواصف جت تاني عشان يقول لك ان هم دول فكره. وخلدون وخلدون ومتى ما بقاش في عرفات بيجي خلدون. فلازم كل عصر الكل خلدون يبقى فيه عرفات. لازم كل خلدون يبقى فيه عرفات. وخدت بالي ان في المشهد الاول لما كانوا قاعدين مع السادات، فخدت بالي ان هو بيقول له يعني بيرحب
بيلعب بيه وهو بيقص الشريط لجامع جزيره عرفات. يلا يا كمان بقى اسمها جزيره عرفات. ده في البدايه. طب المسلسل اسمه جزيره غمام، انا من البدايه كنت عارف ان عرفات ده هو المؤثر. اقول لك بقى هي ليه بقى اسمها جزيره عرفات او لا اسمها اولاد عرفات. ده سوبر ماركت، ده محل مشويات ورانا. مش هزار والله، في محل مشويات ورانا اسمه اولاد عرفات. عرفات ده محسسني ان هو سالته الساعه كام يا شيخ عرفات؟ القلب، الحب، البحر، الجمال. هو رياض الخولي مع حفظ الالقاب طبعا شرح ليه بقى اسمها جزيره غمام. ما هو جت الزوبعه شالت مخلت، فما بقاش في فكره ان اسمها جزيره غمام. خلاص الزوبعه خدت وشالت مخلت وسابت اللي قلبه سليم. بمناسبه الزوبعه دي انا عجبني مشاهد وهي جايه، بس عايزين نكتر. كان مشهد مقبض قوي أيوة. بصراحه. يعني لو كنا كترنا، انما مش جايبين احمد امين بيلف في الصحراء 3 حلقات ورا بعض. ده الكويست او بيقابل NPCs نون بلايبل كاركترز. حمدي هيكل، سليمان عيد، وبصراحه مش عارف اسمها ايه، بس هي كانت طالعه وكانت عامله دور حلو في الفتوه كانت طالعه اخت. بس في المجمل مسلسل حلو هو الفظيع، ما عدا التصوف العلماني والفكر العقائدي المتخلف اللي بيعرضه. طبعا بيطلعوا الروح زي ما احنا توقعنا، ما حدش اتفرج عليه وما خدش هايب الا طبعا المشهد بتاع الهام شاهين وبلانكا اللي هي متجوز. والله العظيم بلانكا بتاع ستريت فايتر. ايوه شفت بلانكا نفس الشعر بس بالدقه، اللي هو ايه، جئت في خاطري ولا داخله اصلي فقمت اتشتت في الصلاه. ايه يا ست الهام؟ لا وهي بتجلد واحده اتعمل ميمز عليها دي قوي. واحد قال له بس ما اعرفش انت قصدك ايه باللي انت قلت ده، حكم جلد المتبرجه وهي قاعده مش وهي واقفه. في النص قال لك ايه؟ شركه الانتاج تنفي خطف احمد السعدني. مين قال انه اتخطف؟ يعني ده ما سمعناش عنها حتى في طبق اليوم. فتحس كانت محاولات بائسه لنفخ المسلسل، فما خدش الهايب ونام. فاتن امل حربي، كان بامكاني ان ارى النوش اللي داير عليه بسبب ان الكاتب كاتب، وان انت برضو يعني عارف ايه، بتعمل استقطاب لفئه معينه بتتغذى على ان تكون ضحيه، اللي هم الستات. مش كلهم بأمانة، ستات جروبات نصايح الزوجيه اللي اي مصيبه سودة هتلاقيهم كاتبين حصلت تحت في التعليقات. والفيمينيستات عموما لا حرج عليهم، يعني الناس تعبانه بدماغها. انا شفته لحد ما وصلت لمشهد اللي هو انا غسلت ايدي خلاص من المسلسل. الشيخ الثرنوبي، الامام الارنوبي وهو بيعرف ما هو حديث الاحاد. قال لك حديث الاحاد اللي رواه واحد بس، ابراهيم عيسى ما بيعرفش يستخدم جوجل، يعني مش عارف يخش ينقر كليك على البحث ويكتب بلوحة المفاتيح ما هو حديث الأحاد. بتلاقي ان ناس زي اسلام البحيري وكل الشلة دي مفاهيم مغلوطة، بس طلع يكلمك في علم الحديث وتضعيف الحديث والسند والمتن والمش عارف ايه، وهو مش عارف ما هو حديث الأحاد. ده مش بس المراجعة الفقهية مخرتقة في المسلسل، ده المراجعة القانونية. انا شفت كمية بوستات من محاميين بيقول لك لا ده غلط. زي مشهد واحدة ايه، هتعيشي مع امك ولا مع ابوكي؟ هتلاقي عيش مع ماما. اما هو واقف بركة وفرت ال 500 جنيه. ما معروفه انها لو اختارت تقعد مع امها برضه النفقه ما بتسقطش. ولا المشهد الغبي استحاله ربنا يحرم ام من بناتها بس يحرم اب عادي. يعني في حركه عملها الامام الثرنوبي، عمل فيه لك الفيمينيستات لما قال الحديث بتاع فيما معناه، انا مش حافظ الحديث، اللي هو لو كان الناس ينفع يسجدوا لحاجه غير ربنا كنت امرت الست تسجد لجوزها. بص المنطق، لا ده طبعا ده راجل عايز يعني يستعبد مراته، ولو كده كنت هقول الابن يسجد لامه. طب ما ده برضه كده امه هتستعبده. بس هو ايه الفي لك واخد بالك ان الحديث في شرط، لو ينفع الناس تسجد لغير ربنا كان هيحصل كذا. هو ينفع الناس تسجد لغير ربنا؟ يعني عارف كان ممكن احترمه امتى؟ لو عمل لك مسلسل متوازن بيتكلم في راجل مفتري بهدل مراته وفي واحده بهدلت جوزها. ما انا بقى لي فتره بشوف مقاطع كده غريبه، اللي هو ايه، ابراهيم عيسى ادرك ان الناس ردت عليه فقال لك ايه، استنى اما اجيب واحده مسيحيه وفكره الطلاق، يلا استنى اما اجيب راجل مظلوم وممثلين مغمورين. فانت كده بترد. انت اما تجيب نيلي كريم وتعملها هي المسلسل وبعدين تجيب لي شويه كومبارسات يطلعوا مشاهد معينه، انا كده هقول ان انت بتساوي بين القضيتين. وشخصيتها غبيه قوي. المشهد الاشهر ليها مع الارنوبي لما راحت قابلته في الاوضه بتاعه الازهر. فين الايه اللي قالت قال الله تعالى؟ في ايه في الدنيا بتبدا بقال الله تعالى، يحرق الغباء يا اخي، اللي بتقول ان الحضانه تقع عن الام لما تتجوز. طب هو فين الايه اللي بتقول ان الحضانه للام اصلا؟ اصل الشريعه انا مش عايزه كلام الفقهاء، انا عايزه كلام ربنا. طب طالما انت عايزه كلام ربنا، اشمعنى خدتي من كلام الفقهاء ان انت ليكي الحضانه وسبتي الكلام اللي بيقول ان انت مالكيش الحضانه؟ ده بقى انا اقول لك ليه، ولا هتكمل ليه؟ ايه هقول لك ليه عملت كده. ليه؟ لان ده عماد من اعمدته، من اعمده هذا الفكر بالمناسبه، من ايام سيمون دو بوفوار وكيت ميلت وبيتي فريدن وشولاميس فايرستون، شولاميس مره مختله. مش هقول لك نقول استعداد، لان نقول استعداد كانت فقاعه. يعني انا ماليش دعوه، انا عايزه الحضانه تروح للست باي شكل، باي شكل. نفس الناس
لا العيال دي هتقف في طريقها. نفس الناس اللي بيصوتوا ويشلشلوا على الاطفال، انا عايزه تدوني الحق ان انا لما عاوز اموته، اللي هو حق الاجهاض، اللي هو انا عايزه حق ان انا الانسان اللي في بطني ده اللي انا كنت لسه بصوت على حضانته اقطعه جوه بطني واطلعه رجل في ايد لانه جزء من جسمي، بس مش انت اللي عملتيه. فدايما بتلاقي التناقض ده عندهم والذاتيه دي عندهم. تمسكنا بكلام الفقهاء لما كان في صالحنا، ايوه، ولما لقينا جاي مش على هوانا قلنا انا عايزه كلام ربنا. طب الشريعه، احكام الشريعه من غير ما افتي ولا اهبد. احكام الشريعه في بعض الاحكام جت بلفظ الهي اللي هي فيه عليها ايات، وفي بعض الاحكام جت بلفظ نبوي بوحي الهي اللي هي السنه، والسنه جزء لا يتجزأ من الدين، من مصادر التشريع. وعلم الحديث علم كبير جدا، اكبر من ان عيل ولا عيله مش فاهم حاجه ولا حتى مدعي ثقافه يتكلم فيه. ده مش عارفين ما هو حديث الاحاد. انت متخيل؟ هنروح نصيع على بعض كتير في سنه وفي قران. الغي السنه هتلاحظ انت تلغي حاجات ياما. ايوه، هو فين الايه اللي بتقول ان الظهر 4 ركعات؟ دي حاجات، دي البيزكس. ففي حاجات كتير احكامها في السنه وجاي فيها حديث واضح، انت احق به ما لم تنكحي. مستحيل ربنا الرحيم يحرم من بناتها، غير لما تبقى بتعبد هواك. غير طبعا ان دي مغالطه الاحتكام للنتائج. مستحيل تحصل حرب عالميه. ليه؟ عشان ده هيضايقني. استحاله السقف ده يقع علينا عشان التراب بيعمل لي عفره. ده مش سبب في حرب عالميه، لان في دولتين بتتصارع، انت اتضايقت، انت كلت كل زج. لا، تقوم لسعاك المغالطه اللي بعدها على طول، مغالطه التشابه الزائف. بص بقى، فولس ايكويفالنت. تخطف عيال من امهم ده اسمه حرمانهم من امهم. انما تاخد العيال من امهم لان هي اتجوزت وحقك الشرعي بيديك ده، الصدق ده شبه ده، يبقى ده هو ده. سقوط الحضانه على الام بقى حرمان. ليه؟ وانا اخدهم في جوانتنامو؟ مش فاهم. ما تزوريهم وتكلميهم في وقت، في اي وقت. لا وبعدين هي الحضانه لما بتبقى على الام، شوف قانون الرؤيه جاحد قد ايه. شوف انا شفت كميه بوستات وتويتات اللي ما شفتش ابني بقالي 5 سنين. بلاش ليه وبعدين معلش، احنا يا ريت ما نتضجعش على بعض. انا ما بحبش الانسان اللي يتضجع. هي لما الام بتتجوز الحضانه مش بتروح لامها، فعليا بيبقوا عايشين مع جوز امهم. ايوه، وبعدين يعني هي ست امه تتحرم، ما تتحرمش منه، بس ست ام ابوه تتحرم، وابوه وعمامه واهله. ما هو بهذا 3 ساعات في الاسبوع، ومفيش آلية قانونيه يعني لو ما جاتش مفيش اي آلية تاخد بيها حق. الفيديو اللي انتشر الشهير، الراجل بيصور ورايح يشوف بنته في نادي، وكان جايب مراته وابوها لابس قفطان كده وبيذلوه حرفيا. فالسؤال هنا عشان بتوع المظلوميه، ولا الرجاله ما بغبغتش يعني وقالت لك انا عايز كلام ربنا؟ لا، اصل انا كلام الفقهاء بياخد مني الحضانه وبيديها لي لما الام تتجوز، بس بيحرمني من عيالي. الكلام ده ومستحيل ربنا الرحيم يحرمني من عيالي. تشابه زائف بين واحد خطف العيال من امهم وبين واحد خد الحضانه. دي شبه دي شويه، اذا دي هي دي ان اسقاط الحضانه هو حرمان الام، والاب ياكل زج يعني. طب ما انا هتحرم منهم انا كمان. رجل القش، احتكام للنتائج، تشابه زائف، تدليس وكذب. ابراهيم عيسى. المشكله بقى اللي بيطلعوا ينظروا شرنوبي ونيلي كريم هنا بقى لما تنسى دورك اللي هو قدام الكاميرا وتفتكر ان انت بقيت صاحب فكر ومناضل. لا، انت مش كده. مراجعه سعد الدين اللي قال لك الرقاصه لو ماتت وراح الشغل تبقى شهيده. ده اي هبد، ده اي هبد في عين العبد. طب احنا طولنا قوي قوي، ولسه عندنا حلقه تانية عايزين نسجلها. زور خلاص. لا خليها بعدين بقى. هي حلقه تبقى في قناه المصارعه، كلام عن التصميم مع كلام عن حاجات كتير. بامانه انا ما اعرفش، هو كانت اقتراحه يعني. انا اتمنى تشوفوها. انتوا بتسمعونا في حاجات بتهمكم، اسمعونا في حاجات ما بتهمكوش، يمكن يعجبكم الكلام. مثلا اشتري مني خد اخر جوابي وقطعه. ايوه بس تاخدوا المهم. اخد انا المشاهده وانت قطعه. كلنا ناخد. لا، كلنا ناخد في العموم يعني. فيعني زي ما بقول بالتراضي كده، حلقه هنا وحلقه هناك، تروح تتفرج. وكنت هام دلوقتي والايام مفترجه. يعني ننفع بعض، نتفرج هنا ونتفرج شويه بوسترات، شويه حاجات. وبعدين انا طالع هناك ييجوا عشان بابليك فيجرز. انا لوحدي بابليك فيجرز. موضوعات جديده ومتنوعه، بس او مش جديده ومش متنوعه، بس تسمع وانت قاعد بودكاست. فيديو كاست.